هي حاجة مش جديدة عليهم ومش جديدة على معظم اللعيبة اللي موجودة في بيراميدز، كلها لعيبة عندها خبرات وكلها شاركت في بطولات أفريقيا. فالحافز كبير بالنسبة لنا عشان احنا السنة اللي فاتت ما قدمناش بشكل كويس في بطولة أفريقيا، فالسنة دي الحمد لله عدينا أول خطوة. خلص ماتش بكرة إن شاء الله نشوف القرعة كل ماتش بماتش وكأنها ماتشات نهائيات، ونحاول إن احنا نحط اسم بيراميدز في المدون البطولة إن شاء الله. لا طبعا احنا الكوتش بيعمل سياسة التدوير وعندنا وفرة من اللعيبة، فده مساعدنا إن احنا بنشارك في البطولتين وبنقدم بشكل كويس وفي انتصارات. وزي ما بقول لك يعني فريق بيراميدز أي بطولة بيدخل فيها بيبقى بينافس عليها ومرشح إن هو ياخدها. فبالنسبة لنا إن إحنا متصدرين كنا متصدرين الدوري، يعني دلوقتي فرق نقطة، فدي حاجة كويسة بالنسبة لنا. لسه الدوري بنلعب على المكسب إن شاء الله نكون متصدرين المجموعة. بقول لك يا كوتش يعني بيشارك لعيبة كلها وكان في لعيبة مصابة ورجعت، فكل ده يفرق معانا. بالتوفيق بكرة وإن شاء الله من المجموعة دي نكسب كمان. طبعا زي ما كنت بتكلم احنا عدينا أول خطوة المجموعات دلوقتي بنفكر في ماتش بكرة نكمل اللي احنا بدأناه وشغالين عليه، وإن شاء الله ننهي المجموعات بمكسب، واحنا لسه برضه ممكن نبقى متصدرين من المجموعة، تفرق معانا وتفرق في نادي بيراميدز.